ما هي السبل الكفيلة بتأمين استحقاق انتخابي نزيه يجعل المواطن يثق بالعملية الانتخابية؟ خليكم ويانا في هذه الندوة من منصة واحد عراق. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومن ضمنها مكتب انتخابات النجف الأشرف، وحسب الجدول الزمني الموضع من قبل الإدارة الانتخابية يقوم الآن في إعداد الورش للموظفين المستوى الثاني، موظفين مراكز تسجيل، والبالغ عددهم أكثر من 400 موظف الذين سيشغلون مدراء مراكز الاقتراع في يوم الاقتراع. هذه الورش تتضمن 3 أماكن في محافظة نجف الأشرف على 4 وجبات. ورش راح تضيف الطابع وانطباع بخصوص العملية الانتخابية التي تجري خلال هذا الموسم. تعرف العملية الانتخابية خلال هذه المرحلة جدا حساسة. إدراج المنظمات المجتمع المدني وبقية مؤسسات الدولة بهيج ورشات تنطن طابع تحفيزي للشارع العراقي. منظمات المجتمع المدني لها دور حساس داخل المجتمع باعتبار هي حلقة الوصل بين الحكومة أو ما نعبر عنها الدولة والمجتمع. الندوات هي مهمة في هذا الوقت بالذات، لأن تحفز المنظمات الإنسانية وتحفز المجتمع على المشاركة وعلى تفعيل الندوات وتوضيح ما يحصل في الانتخابات وأهميتها. الفساد حوت ينهش في البلاد، وكل عراقي يطمح أن تكون نزاهة الانتخابات تنصف العراق والعراقيين. كنت معكم أنا حسنين الرفيعي، واحد عراق، النجف الأشرف.